السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة وصفات حياة. اليوم ان شاء الله البنات غادي نحضر واحد الحليوة للعيد، كتجي غزالة خطيرة ومكونات بساط، ما فيهاش كثرة المقادير، كتجي غزالة خطيرة في المذاق. الا جربتوها غاد ما غتخطاكم شيء من طبل هاد العيد. وخليكم معايا في طريقة التحضير والمقادير. غادي نبداو على بركة الله. بالنسبه للمقادير البنات، عندي هنا كيف قلت لكم ما كاينش مقادير بزاف. عندي هنايا نص كاس زيت المائده، نص كاس السكر، بيضه، معلقه نشا دقيق الذره. عندي هنا خماره والفاني والفلان الشوكولا، وعندي 125 غرام الزبده، وهنايا عندي 4 الكؤوس الدقيق. وشوفوا واش غتاخذوا منا كامله. من بعد غادي نعطي لكم العبار الدقيق. صافي غادي نجيب واحد الاناء، غادي نفرغوا فيه الزبده والسكر، نخدموهم شويه بيدنا حتى تدخل السكر مع الزبده والفاني. نضيفوا عليهم بيضه كامله. صافي من بعد ما خدمناهم كنضيفوا عليهم نص كاس ديال الزيت، معلقه بالنشا، كيف قلت لكم فلان الشوكولا، ونضيفوا الدقيق غير شويه تدريجيا، ما نضيفوش كامل الخميره، ونجمعوا الخليط كامل. انا خدت لي 3 الكؤوس الدقيق ماشي 4 البنات، شفت لي شويه الدقيق كيف كتشوفوا معايا في الفيديو، درت لك 3 الكؤوس عفوا. صافي بعد ما جمعنا العجينه غادي نجيبوا جوج الورقات بابي كويسو او بلاستيكه فحال اللي عندي انا في الفيديو، وغادي نحطو في وسطهم العجينه ونسرحوها بالمدلك. صافي حتى كترجع لهاد القوام رقيقه. وكنجيبوا المرشم على هاد الشكل هذا. اذا ما متوفرش تقدروا تعدلوا اي مرشم بغيتو، الصراحه هاد الشكل كيجي مزيون. صافي وغادي نقطعها وغادي نهزها، نجيب اللاطه نفرشها بابي كويسو او ندهنها بالزيت ونرشها بشويه ديال الدقيق، من الاحسن نرشوها بشويه الدقيق. صافي وغادي نبقى كنستمر كنجمع العجينه اللي كتشاطلي وكنعملها بنفس الطريقه، وانا كنستمر تنكمل الكميه اللي عندي كامله. كتجي هاد العمليه سهله كيف قلت لكم، الحلوه بسيطه وسريعه، اهم هادشي المذاق غزال. صافي بعد ما كملنا الحلوه ديالنا كامله عمرنا اللاطه، ندخلوها للفرن على درجه الحراره 200. وخرجت لي جوج ليطان كيف كتشوفوا معايا. قلت لكم الاحسن دهنوها بالدقيق حيت هادي عملت لها غير الزيت كتلصق فيها الحلوه وكتهرس، اولا بابي كويسو من الاحسن. صافي من بعد ما طابت كنشعلوا لها من تحت ومن فوق الفران. بعد ما طابت كتجي على هاد الشكل كيف تشوفوا معايا، كيبقى نفس القوام ديالها، ما كتخسر ما والو، بحال اللي ما فيهاش الخميره، كتبقى نفس الشكل، كتجي غزاله خطيره. صافي بعد ما طابت الحلوه ديالنا دابا غادي ندوزو باش غادي نفندوها. تخرج لي هاد الكميه البنات. عندي هنايا الشوكولات ذوبته في حمام مريم، وغادي نضيف عليه شويه ديال اللوز كونكاسي اولا اللوز اللي بغيتو، ولا الكاوكاو كونكاسي، المهم كتجي ديك التقرميشه في الشوكولاته والمذاق رائع. صافي وغادي نجيب واحد الفورشيط ونفرش واحد الورقه فوق اللاطه باش ما كتلصقش الحلوه. كنستمر كيف كتشوفوا معايا كنبقى نفند وكنحطها فوق الورقه. كيف ما قلت لكم البنات انا كنستعمل شوكولاته كالا حيت هو لذيذ وفي نفس الوقت اقتصادي، يعني الثمن ديالها ما غاليش بزاف، واهم من هادشي كينشف، يعني كيصدق في الحلوه د الصيف، كينشف بسرعه. فوقاش كتكمل الحلوه كتجبرو الاولانيه نشفت، يعني ما كيحتاجش واحد الوقت وما كيتخطنش وكيجي لذيذ ورخيص. دابا كلشي غالي. صافي بعد ما كملنا تفنيد الحلوه ديالنا كامله غادي نخليوها تنشف. قلت لكم البنات شوكولاط كالا دغيا كيجمع. دابا صافي نشفت لي الحلوه ديالي، فوقاش ساليتها كانت نشفت. غادي نجيب كويغطات على هاد الشكل كيف كتشوفوا معايا في الفيديو. تقدروا تستغناو عليهم، ولكن من الاحسن فاش كيكونوا كيعطيو المنظر مزيون وكيحافظوا على الحلوه الشوكولاته ملي كتكون في الكويغطين وكيعطيو الشكل رائع. صافي وغادي نجمعها بهاد الطريقه كامله، نعملها في الكويغطات ونحيدها على جنب، نعملها في التبصيل التقديم.
صافي البنات، هذه هي الكميه اللي كتخرج لي هاد الحليوه، كتجي الكميه يعني راه خير بالحلوى. وكتقدروا تحضروها الا بغيتو كميه كثيره، تقدروا تضابلوا المقادير، تعملوا الزبده 250 غرام، وتعملوا كاس السكر وكاس الزيت وجوج بيضات وجوج الفلانات وجوج الخمارات. وهذه هي الحلوه ديالنا، كنتمنى تعجبكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله يا ربي. وما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك والتعليق زويون ان شاء الله، وتابعوني في فيسبوك ديالي، انستغرام والتويتر. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، وعواشركم مبروكه.